السلام عليكم. تخيل نفسك ماشي في شوارع لندن سنة 1888. ضباب مغطي كل حاجة، أصوات العربيات اللي بتجرها الخيول بيرن، والناس مقفلة أبوابها من كتر الخوف وخايفة تطلع. وفجأة تسمع صوت صرخة بتشق الليل، قلبك يدق بسرعة، تجري ناحية الصوت وتلاقي جثة مرمية على الأرض. جريمة بشعة، جروح عميقة، وتشويه يخليك هتقع مغمى عليك من الرعب. لكن دي ما كانتش جريمة عادية، وده ما كانش قاتل عادي. ده كان شخص مجهول بيتنقل في الضلمة كأنه شبح، بيختار ضحاياه من أضعف ستات الحي، وبيسيب وراه جثث مشوهة، وبعدين يختفي من غير أي أثر. الشرطة والصحافة كانوا تايهين، والرعب مسيطر على لندن كلها. الصحافة وقتها سمته جاك السفاح، ودي واحدة من أكتر القضايا اللي حيرت العالم وخوفت لندن، لدرجة إن الناس كانوا بيقفلوا على نفسهم بالليل والشرطة ما قدرتش تمسكه. النهاردة هنفتح ملفه المرعب، وهنمشي مع بعض خطوة خطوة في شوارع لندن القديمة علشان نحاول نفهم ايه اللي حصل بالظبط، ونشوف التطورات الحديثة ازاي قدروا من خلالها يعرفوا مين هو جاك السفاح، وهل فعلا كده اتعرف ولا لسه حكايته مليانة غموض وأسرار. تابعوا معايا للنهاية علشان نعرف قصة جاك السفاح ومين هو، وازاي قدروا يحددوا هويته بعد 130 سنة من جرايمه. أنا رانيا ماضي، ودي حكايتنا الجديدة على قناة حكايات براند. لو بتحب الغموض ركز معايا، ويلا نغوص جوه أحداث جاك السفاح.